تفضل على انه تقول عليا عنصري على انني نكون خائن ونقبل بعزيم جنوب الصحراء يجي يضرب لي بنت بلادي والرضيع ديالها جاه من الضوء خنق من الخلف يهز الطوموبيل ديال البوليس ويهرب بها البارح في مراكش، او يقتحم الدار ديال باك وامك، او يشد قطه ويقتلها في الشارع وياكلها قدام الناس، وهذا الشيء كامل في سيمانه واحده. المغرب حاط راسو في التشك ميت منذ بدايه الالفينات. اوروبا كتحاول ترد المغرب بحال مخيم ديال اللاجئين، بينما المغرب رفض ولكن بشكل غير مباشر. سن مجموعه ديال الاتفاقيات فين اوروبا دعمت المغرب باكثر من مليار ديال اليورو من اجل تقويه الحدود ولعب دور الشرطي او كلب الحراسه الى حد ما اللي كيمنع الافارقه من استعمال المغرب كمنطقه انتقاليه. في المغرب ما مفروضش عليه انه يخلي المهاجرين عنده، ولكن في نفس الوقت خاصو يمنعهم انهم يهاجروا لاوروبا. من جهه اخرى القانون الدولي والوطني اللي كيفرض على المغرب انه يعامل المهاجر غير الشرعي غير مكتمل التطور بحاله بحال اي مواطن مغربي، ولو يكون كيشكل تهديد على باك وامك واختك وباغي يقتلها في الشارع. وبحكم العلاقه الدبلوماسيه للمغرب مع الدول الافريقيه من اجل انهم يدعموا الملف ديال الصحراء باش المغرب يقدر يرد عوازل لبلادهم، خاص الحكومه ديال ديك البلد اللي يجي من هذاك المهاجر غير الشرعي تكونفيرمي الهويه ديالو وتخرج ليه ما يسمى بالترافل بيرميت اللي كيتستعمل في الحاله ديال الضياع ديال الباسبور، اللي هاد الحكومات في الاغلبيه ديال الوقت ما كيخرجوش حيتاش عندهم ورقه ضغط ديال ملف الصحراء. زائد ان الهجره غير الشرعيه من بلادهم لبلاد واحده اخرى كتنقص لهم معدل ديال البطاله وكتزيد لعندنا حنايا في البلاد ديالنا. هذا الشيء بغض النظر على ان المغرب متعهد بشكل غير مباشر بتسويه اوضاع المهاجرين، وإلا لقاو خدمه غادي يبداو يصيفطوا الفلوس لبلادهم. اللي فاتسابتمي يكون عزي ولا ابيض جا المغرب بطريقه غير قانونيه وكيشكل تهديد على ولاد وبنات بلادي، خاص